في عام 2012 لما توج بلقب الدوري في 2012. تمريره هذه انطلاقه رونالدو، اول هدف اللقاء رونالدو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، صانع المتعه والباحث عن الالقاب، هذه صانع المتعه كريستيانو رونالدو في الدقيقه الثانيه، في الدقيقه الثانيه كريستيانو رونالدو التمريره والهدف رقم 25. كرة حلوة حلوة حلوة، الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى 368 هدف، تفوق على كل من جريفز الانجليزي وتفوق ايضا على مولر. شوف امامنا الكرة، وادي امامنا ابعاد الكرة الخاطئ هنا، لكن يا سلام يا اسكو، ادي المايسترو اسكو يلعبها حلوة قوي، لمسة ابداع من اسكو واللمسة النهائية والختم النهائي على الهدف الاول هنا في مرمى مالاجا. يسجل كريستيانو رونالدو بالتخصص هدفه رقم 16 في مرمى فريق نادي مالاجا. ادي كريستيانو رونالدو لمسة، شوف الاستلام والمهارة، وادي الحارس الكاميروني كاميني، لكن الكمين اللي اتعامل لكريستيانو رونالدو كان كمين لم يكن ناجح. لويس هرنانديز اخطأ في التمرير وإسكو صنع الهدف، وسرعة كريستيانو رونالدو وأرخي الكورية، وايضا مع ميسي دلوقتي حاليا إسكو 9 اهداف كورية وسرابية عملوا 8 اهداف. ركلة ركنية هي الرابعة في اللقاء لصالح ريال مدريد عن طريق توني كروس، رأسية المرة دي. راموس ضيعها وبنزيما سجلها، والريال مدريد يتمسك بالفوز والانتصار. وكريم بنزيما يعمل الفولو، يعمل المتابعة ويسجل في الدقيقة 55 هدف التقدم الثاني 2-0، هدفه رقم 11 هذا الموسم. شوف امامنا الجماهير وحكم اللقاء. القرار حكم اللقاء، ما هو القرار حكم اللقاء؟ ادي الانذار للحارس كاميني، وهدف ياتي هنا من المتابعه. كره ركنيه راحت لراموس انقذها كاميني، ثم تابعها كريم بنزيما وكاميني يتلقى. ادي الاعاده لتوني كروس، ادي الكره على طول هنا من جانب اللاعب راموس، وترتد الكره ترتطم في اللاعب راموس وتصل الى كريم بنزيما. هدف هنا في هذه اللقطه، ترتطم الكره في اللاعب فاران وياتي هدف عن طريق اللاعب كريم بنزيما من لمسه واحده. هدف جميل، متابعه في الدقيقه 55. 2-0 2-0. ريال مدريد يتفوق ويسجل الهدف